أنتم الآن في مسجد أيام الحسين، تسمع تعزية، تسمع موعظة، تسمع حديث. الحديث معني لكل أحد، وهذه أيضا محنة المتكلم ويا الناس. مو واحد وصاحبه قرقر في سالفة والخطيب يتكلم، ولا سيما إذا كان كبير من القوم سنا. أولاده وش يسوي تاني؟ كلهم وياه ويسوي. خطيب يقرأ وهو قاعد في جواله، إلا هو يصير واحد يصور، واحد يسجل، واحد عنده شغله، عنده رسالة يجاوب على الرسائل في فترة القراية. هذا مو أدب المجلس، هذا مو أدب المسجد، هذا مو أدب المأتم. إحنا يا أعزائي خلينا نرتقي بعقولنا، بأنفسنا، بروحياتنا. نزعل واحد ينصحنا، هذا غلط، هذا غاية ضعف العقل، وإنسان ما يترقى إذا كان هذا الشأن. عوارض البشر كلها حكينا دهرا طويلا على التقدم على الإمام ولا التأخر إلى آخره. على هالنوع الحين بعد تفتح لنا باب. أنا أشوف، مو يعني ما هو، أنا أشوف، أنا قاعد أشوف مجموعة قاعدين، مرة يلتفت على ذات اليمين ونوم يتحكي ذات الشمال. هذا مو أدب الحديث. الآن تعرف قدر المأتم وشأن المأتم. واحد عنده شغل يقوم يطلع برا يكمل شغله، خلص شغله، عنده مكالمة، عنده سالفة ويا صاحبه، يطلع برا، يحتاج يقعد في المسجد. إذن هذا مما ينبغي الالتفات له. لو عرف الناس قدر هذا المقام لما وطئوه بالأقدام. إذن أعرف من أنت الآن. شيعي تنادي بالحسين مو فقط وقت المصيبة وقت المقتل، لا، أدب الحسين وروح الحسين وآثار الحسين وهديه ينبغي أن يكون منعكسا علينا في كل شأن من شؤوننا، في أخلاقنا، في أنفسنا، في معارفنا، في ثقافتنا، في كافة شؤوننا. إذن نسأل الله أن يجعلنا من أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنت عزيزي إلك المسألة، إذا سمعت قولي هذا قل سمعنا وأطعنا، مو حكي أنا. ما أبغى تسمع ولا تطيع إلى النصيحة، أنت وشأنك. إنما هذه مشغلة للخطيب ومشغلة. شفت بعض الخطباء إذا واحد سوي حركة في المسجد يقول أنا ما أعرف أتكلم، ما أعرف أتكلم. قد يكون ذاك معذور في عقله، في تفكيره، في إلى آخره. أما إذا كان عقلاء زين، أنا أتحكي وأنت تحكي حق وش بعد؟ أما تحكي أنا ولا أنت؟ ما في صارت مجال الحين بيناتنا إلا الكلام في المسجد. طبيعة مثل طبيعة اللي يعلق على الملة، لما بعض تعليقات إيجابية يمكن يكون تفاعل وياه، وأحيانا لا، على حسب الثقافة وعلى حسب. نبهنا الله وإياكم، وهذا التنبيه تحملوه مني، وأنا ما نزعلان، لا، أنا محب ومخلص وداعي لكم في مضان الإجابة، ولكن أحب أن نرتقي بعقولنا، بتفكيرنا، بمستوانا. احنا الآن قاعد سنين آبانا وأجدادنا طنبت عروقنا على حب الحسين وعلى مجالس الحسين. إذن الحصيلة شنو؟ ينبغي أن نكتسبها في كل شأن من شؤون حياتنا. ما يحتاج واحد ينبه على كل شيء، كل شيء في أمر حقوق شرعية، في عبادة، في خلق، في تقسيم ميراث، في وصية، في سيرة، في سريرة. كل ذلك أنت الآن خريج هذه المنابر، ينبغي أن تنعكس عليك آثاره. ولا شنو الفرق بين اللي يسمع ولا ما يسمع، واللي يصلي جماعة ولا ما يصلي جماعة، واللي يسمع بحث ولا ما يسمع بحث؟ شنو الميزة؟ نبهنا الله وإياكم دائما وأبدا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.